ايه اللي يخلي كتاب ضخم من 600 سنه يتقال ان اللي كتبه هو الشيطان نفسه؟ تعال اخدك معايا كده في لفه سريعه ل5 الغاز العالم بكل تقدمه ده معرفش يفسرها. سنة 1912 عالم بولندي اسمه فوينيتش اكتشف كتاب عمره أكتر من 600 سنة مكتوب بلغة ملهاش وجود في التاريخ وجواه رسومات غريبة لنباتات وحيوانات وعمليات تشريح مش موجودة في الواقع. أشهر علماء اللغات والتشفير فشلوا يحلوا لغز المخطوطة دي لحد النهاردة. 1977 في أمريكا مرصد فلكي استقبل إشارة راديو قوية جدا من الفضاء فضلت بس 72 ثانية. الإشارة اختفت بعد كده ومحدش قدر يستقبلها تاني ولا عرف مصدرها لحد النهاردة، وده بيخليها أكبر دليل للناس اللي بتقول إن في حياة خارج كوكب الأرض. شخص اسمه دي بي كوبر، واكيد ده مش اسمه الحقيقي يعني، خطف طياره وطلب فديه $200,000 وده رقم ضخم بالمناسبه سنه 1971 وامرهم بعدها بالهبوط. المهم خد الفلوس وخلى الطيارين يطيروا بيه تاني. هوب وهم في الجو نط بالباراشوت واختفى فعلا. الشرطه ما قدرتش تلاقي له اي اثر ولا تعرف هو مين. الجريمه دي لحد النهارده هي الوحيده اللي ما اتحلتش في تاريخ جرائم الطيران الامريكي كله. 1908 في قصر فيستوس في جزيرة كريت تم اكتشاف القرص اللي انت شايفه ده، مصنوع من التين المحروق وعمره اكتر من 3500 سنة، مليان رموز غامضة ومختلفة عن اي لغة تانية، والعلماء فشلوا ان هم يفكوا شفرة القرص ده ومحدش عرف يحدد هويته او حتى بيتكلم عن ايه بالظبط لحد دلوقتي. 1518 في مدينة ستراسبورغ في فرنسا واحدة بدأت ترقص بشكل هستيري في الشارع، وخلال أسابيع انضم لها مئات الأشخاص اللي بدأوا يرقصوا هم كمان بدون توقف، لدرجة إن بعضهم مات من الإرهاق. الظاهرة دي انتشرت بشكل جنوني بعدها ومحدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. هل كانت مرض نفسي جماعي ولا ده كان عبارة عن إيه بالظبط؟ الألغاز دي بتثبت إن مهما وصلنا في حاجات كتير لسه أكبر من فهمنا. تفتكروا إيه أغرب لغز فيهم؟ هستناك تقولي في التعليقات وما تنساش تعمل فولو.